السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو حلو كده، طريقة بقى اللحمة الضاني، طاجن اللحمة الضاني بالخضار ده. حاجة كده ما شاء الله زي العسل، واللحمة طعمها بجد روعة. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة بتشوفيني يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا حطيلي اللايك وتدعميني كده بكومنت حلو منك. اول حاجه كده عشان نعمل الطاجن الجميل ده، انا هكون حاطه ميه سخنه على النار. شايفين بقى ما شاء الله، بصوا الخضار شكله تحفه وكمان طعمه روعه. الخضار كده واخد طعم اللحمه وكمان دايب وجميل قوي. بصراحه كان يتاكل لوحده من غير لحمه خالص. وكمان عملت معاه شويه الرز بالشعريه الجميل ده. اول حاجه كده بقى ميه سخنه على النار، تكون بقى بتغلي كده ووصلت مرحلة الغليان. بعدين هنزل اللحمة بتاعتي بقى، وهنزل معاها ورق لورا وحبهان والبصل الصغنون الجميل ده وطماطمايه. وهنزل بقى باللحمة بتاعتي كده في المية اللي هي السخنة بتغلي. هنزل بقى اللحمة كده، انا عايزاها تتسلق بقى ايه يعني 3/4 سلقة كده، تكون ايه فيها تكة بسيطة علشان خاطر ما تاخدش معانا وقت كبير قوي في الفرن. إيه تمام. مع الخضار ممكن الخضار يستوي وهي تكون لسه ما استوتش، فطبعا هتاخد وقت كبير معانا والجو حر وهنشغل الفرن مدة طويلة. إيه، فانا مش بفضل الطريقة دي قوي في الصيف لان الفرن كمان بيحرر المكان جامد. فالطريقه دي بتدينا نفس النتيجه برضو وبتكون حلوه. جيت هنا بقى حطيت لها كمان فلفل اسمر، ولما اللحمه بتاعتي استوت 3/4 سلقه كده حطيت لها الملح بتاعها. جيت هنا بقى في الطاسه دي، حطيت فيها بقى معلقه من السمنه كده البلدي، ونزلت عليها بقى ببصلتين كده متقطعين جوانح زي ما انتوا شايفينهم كده، شرايح بقى جوانح. اي حاجه يعني انت بتحبيها بتعمليها عادي. حطيت له بقى الملح والفلفل الاسمر والبابريكا. هنا هنحط معلقه صغيره كده مليانه من البابريكا ومعلقه صغيره من البهارات، عشان البابريكا تدينا لون حلو قوي للخضار كمان. ورشه صغيره من الكمون والفلفل الاسمر والبهارات المشكله. تمام. وهقلب بقى الكلام ده مع بعضه كده شويه، يعني البصله تدبل بسيط خالص. معايا بقى هنا خضار اللي انت حابه تحطيها فيه براحتك. انا كان عندي هنا جزر وبطاطس وفلفل اخضر، وكمان قرنين شطه كده، بس بحب الشطه اسيبها بحالها عشان ما تبقاش حراقه قوي. وكمان حطيت طماطميه كده متقطعه قطع كبيره. لو عندك الطماطم اللي هي الصغيره خالص دي ممكن تحطيها بحالها. طبعا هنا الخضار انا ما قطعتوش قطع كبيره قوي، لان انا اللحمه يعني يا دوبك مش هتاخد وقت معايا، لان انا سلقاها 3/4 سلقه فيها تكه بسيطه بس كانت عايزه تقعد شويه على النار. وهنا بقى بعد ما شوحت الخضار بتاعي ده شويه كده، نزلت عليهم بنص معلقه كده من الثوم المهروس، نص معلقه مش اكتر. وجيت بقى بعد ما شوحته كويس كده، وشايفين الالوان الجميله والشكل الروعه، بجد الخضار كان طعمه تحفه تحفه بجد. ولو جربتوا الطريقه دي تعجبكم ان شاء الله. حطيته بقى كده في الطاجن بتاعي او في الصينيه عادي. وجيت بقى جبت اللحمه بتاعتي بعد ما اتسلقت كده شويه وحطيتها بقى كده. وجبت بقى في الطاسه بتاعتي دي كده حطيت فيها شويه الشوربه عشان تنزلي بقى الحاجات مطرح الخضار اللي انا شوحته دي. وغطيتها بقى بورق فويل كده وهدخلها الفرن. هتاخد لها حوالي، اخدت معايا حوالي ساعه الا ربع في الفرن على نار عاليه. وبعدين طلعت معانا بالجمال ده. طبعا انا لما هي استوت كويس من تحت شلت لها ورقه الفويل وقلت لها الشوايه حوالي 5 دقايق كده بس تغمق اللحمه معايا وتديها لون كده. طبعا انا بحط الفويل في الاول عشان اللحمه ما تنشفش منك وتاخد لون وتكون لسه ما استوتش. بس كده شايفين الجمال بقى. اللحمه كانت تحفه وطعمها كان بجد روعه، شربت من طعم الخضار والبهارات بقى والتوابل دي. والخضار كمان كان جميل قوي. يعني لو جربتوا الطريقه دي للحمه الضاني، بصوا بجد هتبقى حلوة قوي معاكم، ويعني هتبقى جميلة كده ولذيذة وهتديكوا كده طعم جميل فيها. بس كده ده كان فيديو النهاردة، وقدمت معاها بقى شوية رز بشعرية، ممكن بقى جنب شوية مخلل، جنب شوية سلطة، جنب شوية الشوربة الجميلة بتاعة اللحمة. يعني احنا استفدنا باللحمة عملناها في الطاجن وكمان طلعت معانا شوربة. وبس كده شايفين بقى الجمال. اللحمة كانت دايبة كده وكمان طعمها كان روعة، والخضار كمان كان جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسونيش في اللايك. مع السلامة.